النهارده بقى هصور لكم قلاية هوائية. الماركة بتاعتها هي الأم للقرش، يعني الشركة الأصلي للقرشة ذات نفسها، وهي فيلاجيل. اسم اهو، لو لاحظنا الاسم بتاعتها والحروف بتاعها هنلاقي هي الشركة الأصلي لماركة قرشة. وريني كده يا خالد، هنا لو لاحظنا هنا كلمة قرشة، كلمة قرشة مكتوبة هنا اهي، هنلاقي الكلمة فيلاجيل محطوطة تحت. يعني دي أصلا الشركة الأم للماركة قرشة. يعني القلاية اللي احنا شايفينها دي يعني يعتبر أحسن قلاية، تمام، أحسن قلاية، وهي فيلاجيل من شركة قرشة الألمانية. تمام. طب مواصفاتها احنا كده، انا طبعا ان انا دايما اوريكم الكرتونه داير ما يدور. القلايه دي ممتازه بضمان معرض كريم للادوات المنزليه. هنلاقي معاها هنا شبكه، وهنلاقي معاها هنا ماسك مشويات. تمام. هاتي كده نشوف اول المواصفات بتاعتها. ثواني. هنا 7.5 لتر، يعني حجمها خطير، وكمان 1800 واط، يعني كمان حتى الواط بتاعها حلو جدا. وكمان معانا ضمان 18 شهر، معانا 12 برنامج. وهنا درجات الحرارة بتاعتها لا بجد، ومش هتستعملي زيوت فيها، يعني زيرو زيوت. هنا جرمانيا. كل حاجة انا بصورها لكم، انا عايزة اشوف الباركود. ودي البيانات بتاعتها. تمام. البيانات بتاعتها كلها ايه على الكرتونة، والفولت بتاعها، تمام، والهرتز، كل البيانات والسيريال نمبر. انا عايزه ظهر الكرتونه من تحت لو سمحت كده الباركود، والباركود بتاع المنتج الاصلي اهو. الحمد لله كل منتجاتنا هنا اما بنعرضها بضمان معرض كريم. وهنبدا نفتح الكرتونه ونشوف حتى كده وشها والتغليف بتاعها. بسم الله ما شاء الله، انضف قلايه ممكن تجيبيها بجد، مع انضف ماركه، وضمان 18 شهر الضمان بتاعنا. والحمد لله لها مركز معتمد للصيانة داخل مصر، يعني مش هقولك كمان ضمان دولي، لا، لها مركز صيانة هنا داخل مصر، يعني هتاخديها وانت مطمنة. دي شبكة كمان بتبقى جوه الدرج بتاع القلاية. اتفضل كده. بسم الله ما شاء الله. فكده انا بحاول ان انا ايه بفتحها لكم كل حاجة قدامكم. دي البرامج بتاعتها، شوف بتعمل ايه، كل حاجة هتعمليها جوه القلاية. تقلي برنجان، تقلي بطاطس، تشوي فراخ، تشوي سمك، برجر، سجق، توست، كل حاجة هتعمليها. ده تعتبر فرن متنقل ليكي. ده شكلها اولا. افتح لنا كده الدرج بتاعها. هنا اول حاجة هنا هو الماركة بتاعتها، وهنا 12 في واحد، هنا 12 برنامج. افتح الدرج كده معانا يا خالد بعد اذنك. شايفين بقى الحجم بتاع الدرج؟ بسم الله ما شاء الله. حجم الدرج حجمها كبير، حجم الدرج كبير. شايفين كبير ازاي؟ ايدي غوصه جواها بجد. وريني كده يا خالد الحاجه دي الشبكه اللي انا وريتها لكم، والماسك جواها برضو، بس انا مش عايزه اقول لك فك يا كريم بقى كده بعد اذنك نشوفها برضو. من حق العميل يشوف كل حاجه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الخامه بتاعت الشبكه بتاعتها اصلا من الستيل اصلي، يعني مش هيصدي معاكي عمره كله. وكمان معاها اسياخ. كام سيخ يا خالد بعد اذنك؟ دول 2 4 8 سيخ، 8 سيخ. وكمان ماسك عشان تطلعي بيه حاجه اوبشن يعني من الاخر. فبنشوف دي من جوه كده، ميلها لي كده بعد اذنك. بسم الله ما شاء الله. هو هنا شايفين هنا ميلها كمان، ميلها بعد اذنك اهي. شايفين بقى؟ دي بقى اللي هي السخان بتاعها من فوق اهو كده. حطيتها في الكهرباء، تمام، عشان ابين لكم لما بتتحط في الكهرباء البرامج بتاعتها بتبان قدامنا اهي. احنا كده اول ما بنحطها في الكهرباء يا كريم بنعمل ايه؟ الزرار بتاع الاوف فين هي كده فاصله اهي. تمام. نحطها بقى في الكهرباء كده. دي طبعا حطيت لها انتفاش التوسيع، تمام، عشان نشغلها. دي الاوف بتاعها والاون. بسم الله الرحمن الرحيم. دي القوايم بتيجي من هنا كده. تضغط على المنيو اول حاجه عشان تختاري البرنامج اللي يعجبك. بعد ما بتختاري طبعا عايزه تظبطي التايمر، عايزه تظبطي درجه الحراره. هنا التايمر توقيت، وهنا درجه الحراره. تمام. وهنا الستارت طبعا اهو. تمام. طبعا الدرج كده اشتغلت، بينور الدرج لان دي شفافه. طب انا لو حبيت
كده فصل، يعني في فصل اوتوماتيك لو حد شغل فتح أمان. الدرج. ده امان عشان لو في اطفال او حاجه أمان. لعبت فيها او حركتها من مكانها تفصل اوتوماتيك تلقائي. تمام. واول ما بتتحط برضو تلقائي ترجع تشتغل بتشتغل اوتوماتيك تاني. طب دي ميزه حلوه جدا كمان. هنا بقى الدرج ما يبقى منور، احنا شايلين الدرج ولا حاطينه؟ ما الدرج محطوط، ما هو اللي جوه ده. هو اللي جوه لخبطتكني. هو ده الدرج، احنا شايلين الشبكه من جوه، شايلين الشبكه. الشبكه انا بقول لك الدرج لما بيتشيل تمام كده يشتغل تاني اوتوماتيك. ده بسم الله ما شاء الله خطيره بجد بجد يعني. مبروك على اصحاب نصيب.